أشمر تقدم زياش سدده. يا حسام جوعنا. ما حاترك اللعبة وقوم اعمل اي شيء. يا حسام عيب بقى، احنا في بيتك. اطلع من راسي. ما يصحش يا حسام، ما تسيبش الماتش واطلب طازة. الو طازة؟ جول! الماتش ما يحلاش من غير طازة. حبايبي الحلوين، النهاردة هحكي لكم حكاية في اليوم السادس، حدوتة قبل النوم. كان يا مكان من 70 سنة كانت الجالية المصرية قد كده هو، وكان أغلبهم عايشين في بلد بعيدة اسمها مونتريال. وفي الوقت ده كانت في علاقات دبلوماسية بتبتدي بين كندا ومصر، وعملوا قنصلية في مونتريال وسفارة طبعا في الأول في أوتوا. وعاشت الدنيا هادية في تبات ونبات، والدنيا كانت جميلة وهادية. ومع تغيير النظام الديموغرافي جوه كندا اتغير المجتمع، وبقت العاصمة الاقتصادية اتنقلت من مونتريال لتورونتو، وأغلب الهجرات بقت تروح تورونتو، وزاد الناس وبلاد تشيلهم وبلاد تحطهم، وبقت الأغلبية العظمى موجودة في تورونتو. حتى مصر للطيران لقت نفسها بتطلع مونتريال فاضية وترجع فاضية، فقررت تغير رحلتها الدايركت، بدل ما تبقى القاهرة مونتريال بقت قاهرة تورونتو. لكن السفارة والقنصلية زي ما هما في حتة تانية خالص. الشعب ابتدى يصوت ويصرخ، وأجيال ورا أجيال بتهاجر وتطالب بقنصلية. حد من الجالية بيقول: أنا كنت بسمع من وأنا في ثانوية عامة إن في واحد بيهاتي وبيطالب بإنشاء قنصلية في تورونتو. لغاية النهاردة إيه الدنيا زي ما هي. إنما في فترة ما من الزمن، أخوكوا الغلبان وغيره كتير، ما تفتكروش إني بتكلم عن نفسي، عملوا صفح ونادوا قالوا هاتوا قالوا، وخدوا وعد بالصوت والصورة من قنصل ومن سفير ومن وزيرة هجرة، ومش هقول أسامي لأنه الكلام ده موجود وموثق، واللي مش مصدقني يدور عليه. وفعلا تم الوعد، وكانت دي قبل انتخابات الرئاسة الأولى لمصر في الفترة ما بعد ثورة يونيو. وفعلا كان الوعد جاي، وقالوا خلاص هنفتح الدرج ونطلع فلوس ونعمل قنصلية في تورونتو. ونامت الدنيا وصحيت على خبر في أكتوبر 2023 بما يسمى بالمعاملة بالمثل. طلعت علينا وزارة الخارجية المصرية بعقاب شديد اللهجة لكل من هو كندي، بأنه لازم ياخد الفيزا من القنصلية في مونتريال، واتقفل باب الانترنت، واتقفل باب ان انت تاخد الفيزا من المطار ككندي. وطلع العقاب مش للكنديين، اللي شرب العقاب المصريين. وبعد ما المصريين استغاثوا بكل اللي يعرفوهم واللي ما يعرفوهمش، محدش قال لهم غير إن شاء الله في القريب العاجل نحن نبحث، وما زال البحث مستمرا. ولحد دلوقتي
ما لقيناهاش إيه الحل ولا الإجابة. لكن حقيقي بعيد عن الهزار والتريقة، فعلا القنصلية في مونتريال والسفارة في تورونتو والسفارة في أوتوا قدروا يساهموا في إنهم يقللوا الجاب ما بين شكوى الناس وغضبهم وما بين الإجراءات والقوانين واللوغاريتمات اللي بتحصل جوه المطارات عشان يحلوا المشكلة، وتحركوا مكوكيا عشان يخلصوا كل الأوراق والموافقات، سواء كانت في الخارجية المصرية أو في المطارات العامة في كندا وفي كل الجهات المختصة. وفعلا بقى في حاجة اسمها، لغاية دلوقتي مش عارفين نقول اسمها بالظبط، هي شهادة جنسية يقول لك لا غلط، نقول شهادة ما يسمى بالجنسية المصرية يقول لك لا غلط، ورقة كده بتروح بيها تاخدها عشان تحل المشكلة في المطار، لأن مصر بترحب بأي مصري حتى لو كان ورقه مش منتهي يعني. وفعلا الورقة دي بقت لازم تتعمل عشان تسافر لمصر لو انت كندي من أصل مصري وما عندكش ما يثبت مصريتك. وفعلا الورقة دي ابتدت تتعمل، وفعلا غابت علينا القنصلية إنها تقيم بعثات ليها في تورونتو وفي الويست. ولكن قدر أحد رجال الأعمال بالاتفاق مع سعادة القنصل المصري في مونتريال لأنه يرسل أول وفد بعد غياب طويل، ولكن العدد كان قليل والضغط كان شديد. وخلونا نعرف منه ايه اللي حصل ومنكم ايه اللي حصل. اللي حابب يشارك معانا في الحلقة النهاردة، احنا اتفقنا على ما نحاول نتصل بالدكتور مجدي نشأت، رجل الأعمال اللي ساهم بمجهود فردي انه هو يحاول يجيب لجنة تحل مشاكل المصريين والجالية المصرية في تورونتو في الويست. هناخد المكالمة والاتصال ونقول ألو. لا لسه ما جاتش الاتصال. الاتصال ممكن يبقى معانا لو حابب تشارك. كنا طالبين منك 3 حاجات. أول حاجة اتكلم، شارك برأيك على رقم 289-274-8011. هقول الرقم تاني 289-274-8011. اللي حابب يشارك معانا ويقول لنا ايه رأيه. احنا عايزين نتكلم النهارده، عايزين نفتح قلوبنا لبعض، لانه نقول الو. ناخد مكالمة نقول الو. برضو بنحاول الاتصال، بفكركم نقول الو. ايوه انا مش سامع التليفون. الو الو. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. سامعني؟ طبعا سامعك بوضوح. معانا برحب الاستاذ محمد حسني، اهلا بيك. انا عرفتك على طول برحب من صوتك. بحضرتك وبضيوفك الكرام. اهلا بيك يا استاذ محمد. سوشيال ووك. و انا عارف ان وقت البرنامج ضيق، فعشان كده هكون في عجاله عشان ادي الفرصه لغيري طبعا ان هم يساهموا. لا في البرنامج اتفضل، ده انا الجميل ده. عندي شويه اسئله كمان ليك. اتفضل. ايه الاول عايز اعرف ايه انطباعك على المقدمه اللي انا حكيتها لو انت كنت متابع الاول. وسؤالي البداية ليك، ايه رأيك في اللي بيحصل دلوقتي في حالة غضب شديد للجالية المصرية وبتاكل الحابل بالنابل، والدنيا كلها زي ما تقول كده فيها كل واحد عنده هم داخله وكل الناس بتشتكي. فانت ايه اللي شايفه دلوقتي؟ والله حضرتك موفق جدا في اختيار توقيت وعنوان الحلقه، لانه مس الوتر عند ناس كتير قوي. الكل كان بيأمل طبعا في الغاء هذا القانون بتاع اكتوبر اللي فات، واننا نرجع بلدنا عادي جدا من غير ما نقدم ورقه تانية تثبت ان احنا مصريين، طالما اوريدي معانا ورق بيثبت ان احنا مصريين. دي حاجه جديده علينا كلنا، لكن طبعا يعني خلينا نتعامل مع الواقع. يعني بدايه كلنا شفنا اللي حصل يوم السبت اللي فات،
وعشان نقيم التجربة وناخد العبر والعظة منها، ونحسن من نفسنا ونعرف الواقع بتاعنا إيه. نقدر نقول إن فيها إيجابيات تمت وفي سلبيات حصلت يعني. تمام. الإيجابيات طبعا الأداء العالي جدا من البعثة الدبلوماسية الثلاثة اللي جم كانوا على أعلى مستوى من الكياسة واللباقة والصبر والتعامل والبرودكتيفيتي والإنجاز اللي تم. الناس سابت بيتها الساعة 2 الصبح يوم السبت، وفضلت تشتغل من الصبح من الساعة 8:30 9 لغاية 8:30 بالليل، وبعديها سافرت تاني مونتريال 6-7 ساعات تانية. فطبعا ده مجهود غير عادي ويستحق عليه الشكر يعني. احنا بقى دلوقتي بنتكلم ازاي نحسن من الوضع بصرف النظر عن السلبيات اللي حصلت والامور الشخصيه اللي حصلت بين بعض المنظمين وبين الجمهور. الجمهور طبعا يعني الناس واقفه في طوابير من يمكن مش عايز اقول لك من قبلها بيوم، وناس مسافره من مدن بعيده عن تورونتو او ميسيساجا وجايه مخصوص عشان تقضي حاجتها. في ناس كتير قوي محتاجه كانت تنزل مصر ولغت سفرها بسبب الورقه دي، وناس كتيره جدا محتاجه تعمل توكيلات لاهلها في مصر امورهم متعطله على هذه الورقه وما يقدروش يسافروا لغايه مونتريال عشان يخلصوا الامور دي. فالناس معذوره انها جت باعداد كبيره. بعضهم ما سمعش عن التسجيل من اساسه، وبعضهم سمع في اخر لحظه فقرر يجرب حظه ويجي يعني. انا بس ومن حامله هنا هنا حصل الاستاذ محمد نوضح بس للساده اتفضل. المشاهدين انه لما اللجنه جت على بالاتفاق دخلت على مكتب لرجل اعمال او مجموعه من الشباب مأجرينه بيعملوا فيه ارتس اسمه ذا ارتس سنتر، وكان لهم كل الشكر طبعا. لهم كل الشكر والتقدير طبعا لان هم طبعا حاولوا طبعا. يستضيفوا اللجنه اللي جت، واللجنه طلبت انه عدد يبقى قليل. اي ثينك ان كانوا طالبين انهم ما يقدروش يشوفوا في الوقت ده غير 150 او 300، انا مش متذكر الرقم، ولكن طلبوا انه يتعمل ويب سايت عشان الناس تحجز. والحجز يعني انا عن نفسي حاولت احجز ومفروض ان انا كانت عندي المعلومه، وعلى ما لحقت احجز ادخل لقيت الحجز خلص في اقل من 45 كلنا دقيقه. حاجه كلنا زي هذا كده. الشخص وكلنا كلنا ما هذا رحناش الشخص. الحقيقه احنا التزاما التزمنا، انا عن عشان نفسي التزمت، ومتهيألي برضو حضرتك يا استاذ محمد التزمت بالظبط. بطلب المنظمين ان اللي مش حاجز ما يجيش. ولكن طبعا مش كل الناس عرفت المعلومه، وفي ناس طبعا من كتر زي ما انت حضرتك قلت النيدز بتاعتهم والاحتياج انهم يعملوا ورقهم، كان لازم يعملوا يحاولوا، يعني زي ما بيقولوا يحاولوا ويشوفوا يمكن يعرفوا يدخلوا. فالعدد عشان وصل يكون بقى الاف بشكل الافات يعني مؤلفه، مش عارف انا سامع 1000 وفي ناس بتقول 2000، يعني الارقام كتيره كانت على مساحه صغيره وعلى مكان غير مجهز لاستيعاب هذا العدد وهذا الكم من الناس. زي ما واللجنه حضرتك نفسها قلت قليله، بالظبط. يعني 3 افراد ما يقدروش يحلوا مشاكل 1000 ولا 2000 واحد يعني في يوم هو واحد. طبعا كل الشكر لرجل الاعمال اللي قام بهذه المبادره، طبعا وكل دكتور مجدي الشكر نشأ بنوجه له كل لاصحاب التحيه. المكان يا اصحاب اللي المكان جم على نفسهم الاستاذ واستضافوا ماجد الناس ظريف وحاولوا والاستاذ بقدر مينا كيرلس، المستطاع بنوجه لهم كل الشكر والتحيه. حاولوا يسهلوا الامور على الناس. هي النقطه بس كلها يعني ايه، نروح فين من هنا؟ يعني احنا النهارده دوله بقيمه وحجم مصر، وعندنا كل العلماء والمهندسين وخبراء الاي تي. هل احنا في سنه 2024 وفي ثوره الديجيتال وثوره الاي تي مش قادرين نعمل كل الكلام ده اونلاين بدل ما نسفر ناس ونجيب ناس ونعمل ناس؟ يعني هل الويب سايت بتاع القنصليه ما ينفعش يتعمل له ابجريد؟ وانا متاكد ان التكاليف دي سيتم تغطيتها من قبل رجال الاعمال او من قبلنا احنا حتى يا سيدي، ونعمل ابجريد للويب سايت وكل الكلام ده يبقى ديجيتال زي ما احنا بنعمل مع اونتاريو سيرفيس اونتاريو او خلافه. يعني ما ينفعش ان كل واحد فينا يقدم الطلب بتاعه اونلاين ويقدم الورقيات بتاعته يعمل لها ابلود ويدخل الرقم القومي بتاعه او الباسبور بتاعه اللي يثبت شخصيته ويبقى ليه باسورد خاصه بيه ويحط الطلب بتاعه وكل الورقيات ديجيتال معمول لها ابلودنج، ويتعمل لو الموضوع الشهاده دي برضه تتمضي ديجيتال وتتعمل لها ابلود في نفس الويب سايت وياخدها الراجل يطبعها، او
لو هي التجديد بتاع الرقم القومي تتبعت له بالميل او بالاكسبريس ميل، لو هي المساله كده بدل ما نصفر الناس ونعطل مصالح الناس. يعني ايه المشكله في كل هذا الكلام؟ لو مش قادرين نصرف ان احنا نعمل قنصليه تانية في تورونتو وان ده قرار سياسي خارج عن اراده الناس كلها، ماشي. لو المساله مساله تكاليف ما نعمل ابجريد للويب سايت. ايه المشكله التقنيه في حاجه زي كده؟ هو في ويب سايت فيعني اصلا؟ ارجو ان اتفضل. هو في ويب سايت اصلا؟ انا بس مش عايز اقطعك، بس هم ما عندهمش ويب لا، سايت. ما هو انا اللي بتكلم فيه يعني تكاليف هذا العمل ايه مشكلته يعني؟ القنصلية لو الموضوع في المصرية التكاليف. في مونتريال لا يوجد لها ويب سايت. كان عندها ويب سايت واختفى مم. في لحظة ما من الزمن، مش عارفين هو راح فين. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه يعني. يا احنا مصر بلد العلماء، وفي يعني اكم من مهندس وخبير في الاي تي ودكتور في الجامعه مصري عايش في كندا، واستاذ في الجامعه في ماده الهندسه الكهربائيه والاي تي والالكترونكس والكلام ده كله. هل احنا يعني مش قادرين ان احنا نعمل ابجريد حتى على حساب الناس للقنصليه وللسفاره؟ نعمل لهم ويب سايت يا سيدي، نعمل ابجريد للويب سايت اللي موجود بتاع السفاره، يبقى منوط بهذه الامور كلها، بدل ما نصفر ونودي ونرجع ونطلع. طب لنفرض دلوقتي انه الناس دي مسافره وقعدت ليلتين بتشتغل ما نامتش، الراجل وهو بيسوق لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجه، كان مين اللي هيتحمل مسؤوليه هذا الكلام؟ يعني ارجو ان يتسع صدر الساده المسؤولين ويسمعوا بس هذا الكلام ويشوفوا ايه اسهل الحلول. طالما مش قادرين نعمل قنصليه في ميسيساجا او في تورونتو حيث اغلبيه المصريين، خلاص نعمل حاجه اونلاين ومش لازم الناس تسافر وتروح وتيجي. شكرا لوقت حضرتك وشكرا لوقت لا، البرنامج. خليني بس أسألك قبل ما تمشي. أنا محتاج إن اتفضل. أنا أتناقش معاك هنا، ونفتح برضو اتفضل. مجال للنقاش مع الناس التانيين، مع الزملاء اللي بيشاركونا أو بيسمعونا. آه، اتفضل. أنت تقييمك للتجربة نفسها، هل التجربة أنت رأيك فيها إيه؟ هل تجربة ناجحة إن إحنا نستوعب القنصلية عندنا هنا، أو بعثة من القنصلية، وشايف إنها تيجي على مثلا على مكان عام؟ يعني كانت زمان القنصلية المصرية لما بتيجي تبعت بعثاتها لتورونتو، نتيجة إن لسه ما فيش اتفاق على إقامة القنصلية في تورونتو، كانت بتيجي تقعد في أوتيل، بتأجر قاعة في أوتيل. وكان في ناس بتطالبهم بأنهم يوسعوا ويقعدوا في كوميونتي سنتر، يأجروا مكان يعني بمعنى public place، مش مكان برايفت يعني خاص بشخص ما أو خاص بجهة خاصة، لأنه ده ممكن يعمل بعض الحزازيات ما بين الناس وبعضها. يعني في ناس بتقول لك يعني ليه احنا سوشيال ووك مثلا، انا هتكلم على لسانك لان انت فاهم انا قصدي ايه. مثلا سوشيال ووك ليه ما هي اللي ما راحتش الناس عند سوشيال ووك مثلا، او حاجه كده؟ فايه رايك في حاجه زي كده؟ حضرتك عايز رأيي أنا؟ اه في علم الإدارة في فرق كبير قوي بين doing things right و doing the right things. امم تمام؟ تمام. لو يعني كاستراتيجيك أو كرؤية استراتيجية، أنا بعمل إيه بالظبط؟ أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أخدم 300 شخص أو 3000 شخص أو 10000 شخص وأديهم الورق اللي هم عايزينه بأسهل الطرق وأرخص الطرق وأسرع الطرق. مش هو ده الأوبجيكتيف؟ مظبوط. مظبوط. اقوم اعمل ايه؟ doing the right things. اعمل ايه؟ اعمل الكلام ده اونلاين مثلا يعني، يا او اعمل لهم سفاره عندهم يعني مستدامه، مش يوم واحد وخلاص. امم تمام. لو مش هقدر اعمل الحل من الاثنين دولت يبقى خلاص. انا دلوقتي جالي القرارات ان انا اصفر الناس واصفر 3 افراد واجر مكان واعمل الكلام. فاعمل بقى doing things right. doing things right ازاي؟ انا دلوقتي حددت الناس اللي انا هخدمهم عددهم 300 شخص بس. المكان اللي يناسبهم اللي يكفي 300 شخص هو المكان اللي اختاروه. تمام. يبقى ما اقدرش ان انا استضيف او ادخل ناس اكتر من كده عشان خاطر العدد ما يكملش. بس هل المسؤولين او المنظمين كانوا يقدروا يوقفوا الناس في المطر؟ اليوم ده كان مطر جامد جدا لو تفتكر حضرتك. طبعا. هل كانوا انسانيا يقدروا يوقفوا الناس في المطر ويقولوا لهم اكتر من 300 ما حدش يدخل؟ ما لا اعتقدش ان طبعا، هم صعب انسانيا يعني. كانوا يقدروا يعملوا كده. في ناس كانت ففي كبار في فرق كبير السن قوي وكده. بين doing the right things و doing things right. هو اللي تم ده
بصرف النظر عن المخالفات الشخصيه والتراشق الشخصي اللي حصل بين ناس معينه وبين بعض ناس من الجمهور، اعتقد ان الناس المنظمين يعني بذلوا اللي عليهم، بس هي المشكله كلها مش في doing things right, it's doing the right thing. هل هو الصح ان انا اصفر الناس واقعدهم يوم كامل عشان خاطر 300 شخص، ولا ميسيساجا لوحدها فيها كام الف؟ 120,000 150,000 200,000؟ هل ال 200,000 يقدر الثلاث اشخاص يخلصوا اجراءاتهم او المطلوب منهم كلهم في يوم واحد 8 ساعات؟ لا طبعا. يعني هو ده بس السؤال يعني. استاذ فده محمد اجابه السؤال حسني، لحضرتك. استاذ محمد حسني، انا بشكرك جدا على مداخلتك النهارده، ورأيك على دماغي من فوق وعلى راسي من فوق، ومداخلتك كانت فعلا يعني قوية جدا ومشجعة، وبشكرك لتحليلك المنطقي للموضوع. شكرا ليك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، وشكرا لجمهور سيادتك. شكرا يا فندم. مع السلامه. مع السلامة. عندنا تليفون تاني ناخد. الو. استاذ اهلا مجدي، ازي صحة حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. معاك خالد فليفل. استاذ خالد فليفل، اهلا بيك في اليوم السادس، بتنورني اهلا لما بيك. بسمع صوتك. اهلا بيك. استاذ ربنا يخليك خالد، يا أستاذ انا مجدي. ربنا يخليك. انا دايما باخد منك جمله كنت دايما بتقولها لي كده، بتقول لي وانا في ثانويه عامه كانوا بيقولوا ناس كده زي حضرتك بيقولوا هنعمل قنصليه في تورونتو. بالظبط انا انا دايما فاكر ده. بفتكر الكلام بتاعك. انا معاك من امتى؟ من 2015 تقريبا، يا واحنا بنقول موضوع القنصليه ده. تمام. انا عايز اخد رايك في 3 محاور بسرعه جدا، انا عارف وقتك. محور اولاني، ايه اتفضل. رايك في قرار الفيزا المسمى بالمعامله بالمثل؟ ايه رايك في التعنت في عدم انشاء قنصليه في تورونتو؟ وايه رايك في المبادره اللي عملها احد رجال الاعمال الدكتور مجدي نشأت اخيرا، هو ومجموعه من المنظمين، انهم يحاولوا يقنعوا القنصليه انهم يشرفونا في تورونتو بعد طول غياب؟ تحليلك كده السريع للثلاث نقط دول وتعليقك عليهم. اتفضل. طبعا قرار الفيزا للمصريين ده انا مش قادر افهمه لحد دلوقتي، وفي ناس كتير مش قادره تفهمه. عاوز تعمل المعامله بالمثل، انت بتعمل معامله بالمثل مع كندا، طب اعمله مع الكنديين، لكن كندي من اصل مصري معاه ما يثبت ان هو مصري. ايه، مش فاهم ازاي قرار زي ده وتطبق عليه يعني انا معايا ما يثبت ان انا مصري، شهاده ميلاد، رقم قومي حتى لو منتهي، بس او يثبت ان انا مصري. ليه قرار زي ده يتطبق عليا؟ طب ما تطبقوا على الكنديين بس لو انت عاوز تعمل المعامله بالمثل، لكن تعمل المعامله بالمثل للمصريين، فانا دي مش فاهمها بصراحه. بس مش هنختلف، وده قرار سياسي ومش هنقدر نتكلم فيه، والعنصريه طبعا هنا ملهاش اي ذنب في القرار دوت، وبيحاولوا يتعاملوا على قد ما يقدروا، وانا عارف ان ده زود الضغط عليهم، طبعا ضغط الشغل عليهم قرار زي دوت، انا متاكد من كده وفاهم ده. فده بالنسبه للقرار. بالنسبه لانشاء قنصليه هنا، احنا بقى لنا كتير انا عارف، انا اول امبارح بدور كده في البوستات بتاعت حضرتك، لقيت بوست ليك من 2015 وانا معلق عليه بتطالب بانشاء قنصليه. احنا من 2015 بنتكلم على موضوع قنصليه. عدد المصريين في اونتاريو كتير يعني مش قليل، اعتقد اكتر من اللي موجودين في مونتريال واوتوا كمان. صدقني انا بحاول نبقى زي بقيه البلاد، يعني الفلبين عندها 8 قنصليات غير السفاره في اوتوا. بلاد كتيره عندها، وبلاد عربيه. انا مش عايز بس لا تخوني الذاكره، عدد القنصليات اللي موجوده كتيره جدا. احنا ما عندناش غير قنصليه واحده تبعد عن السفاره بتاعتنا حوالي ساعه وربع بس في كل كندا، دي اللي هي مساحتها جغرافيا تاني مساحه جغرافيه في العالم يعني. بالظبط كده. فذنب الناس ايه ان هي تسوق 6 ساعات مثلا من تورونتو ولا من اونتاريو عشان تروح قنصليه عشان تقضي مصلحه، وساعات قليله اللي هي بتشتغل فيها القنصليه. ده يعني اصلا لو ردوا على التليفونات بتاعتهم. وانا فاهم ان ضغط الشغل كتير عليهم، عشان كده ما يقدروش يردوا على تليفونات. الوقت اللي بيردوا فيه على تليفون لا يخلصوا شغل احسن. يعني انا فاهم كده، متفاهم كده، بس الناس مالهاش ذنب، خصوصا بعد القرار بتاع الفيزا دوت. ناس عاوزه تسافر، وناس عاوزه تعمل توكيلات، وناس عندها طوارئ. في ناس بيجي لها طوارئ، في واحد عنده حاله وفاه من حوالي 3 شهور وعاوز الشهاده ديت، وعاوز ينزل في اسرع وقت. طب الراجل ده يعني ده يعمل ايه؟ طب حالته النفسيه عامله ايه؟ واحد عنده حاله وفاه والده ولا والدته وعاوز ينزل بكره ولا بعد، طب ده يعمل ايه دوت؟ طب ما احنا نقدر برضه ظروف الناس.
يعني مش يعني بصراحه حاجه مش مفهومه يعني. احنا بطلنا حاجه نفكر مش مفهومه. في السياحة وفي الاقتصاد يعني الحاجات اللي هي دلوقتي احنا بندور زي ما انت بتقول الحاجات الأساسية اللي هي واحد عايز ينزل ضروري عنده ظرف طارئ. ناس كبار في السن، انت عارف احنا اغلب الكوميونتي بتاعتنا فيها كبار سينيورز في السن. كتير. ده ما يقدرش راجل سنه بالظبط 70 بالظبط. سنة يسافر مونتريال عشان يعمل توكيل 6 ساعات لابنه او ولا 7 بنته ساعات، او طبعا 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 او صعبه حد من يعني صعبه. اقربائه، يعني مأساة. وبعدين يعني حتى بعد القرار اللي طلع دوت، طب على الاقل زي ما الباشمهندس محمد كان بيقول، طب اعملوا لنا ويب سايت ولا اعملوا لنا موقع نخش اونلاين زي اي دوله محترمه، ونخش نقدم اونلاين على الشهاده دي تمام. شهاده. احنا مش بنجدد باسبور ولا بنجدد رقم قومي ولا دي شهاده بتطلع، فاعمل ويب سايت كده ونخش اونلاين ونطلع الشهاده. يا. سهله قوي، ببيانات الرقم القومي ببيانات الباسبور المصري بنطلعها. لكن سفر و6 ساعات يعني صعب بصراحه. مهم. طيب تعليقك ايه على المجهود اللي تحاول بيه من ان القنصليه ما كانتش عندها استعداد انها تيجي، حد اتكلم معاهم واقنعهم انهم يجوا يشاركوا معانا في حاجه زي كده؟ ايه رايك على الاحداث اللي حصلت يوم السبت اللي طبعا فات؟ قرار طبعا ان هم يجوا يعني يخلصوا اوراق للناس، ان هو طبعا قرار محترم وحركه ظريفه منهم. وطبعا كل الشكر لرجل الاعمال اللي هو اتكفل بالموضوع دوت. بس كان في مساوئ كتير، حصلت. وكلنا عارفينها. يعني انا يوم السبت والله العظيم انا نايم الساعه 4 الفجر، ناس بس عماله تبعت لي في رسائل، وناس عماله تكلمني، وده حصل وده شد معايا وده ما عرفش قطع لي ورقي وده زقني وده كلمني السكيورتي شتمني. يعني حاجات فرديه ماشي بتحصل، بس يعني كان في مساوئ. لكن نقعد بقى نداري على المساوئ اللي حصلت، ومش عارف واحد يطلع لايف النهارده ويقول لك الاخوان ومش الاخوان. اخواني عايش في انه عصر يعني مش فاهم اخواني اللي بتتكلم عليهم. من فين دول الاخوان بتتكلم عليهم؟ يعني كل اللي بيشتكوا دول اخوان؟ يعني حتى عيب. وواحد تاني يقول لك قله بتحاول مش عارف تعمل مشاكل. مين ده؟ ناس بتشتكي وناس حصل معاها مشاكل. هو ابعت لك بوستات وابعت لك سكرينات لناس بعتتها لي وناس كلمتني. اديك ارقام تليفونات ناس تكلمهم وتتاكد منهم اللي حصل. فانت مش عارف انت بتحاول تبرر ايه او تعمل ايه يعني انت بتحاول تعمل، انت بالعكس مين انت بتسوق اللي في ايه؟ انا ما كنتش متابع في يعني حد. مش عايز اقول اسامي، اه يعني انا مش عايز اقول يعني في اسامي حد بصراحه، قصدك؟ بس اصل يعني انا انا مش متابع بالظبط ايه اللي حصل، فكنت عايز اسمع منك. في في حد طلع قال انا ممكن يعني يبرر في حد في كذا تمام حد ومعروفين بالاسم وفي يعني انت بعد ما اقفل معاك انا ممكن ابعت لك على الواتساب. تمام تمام. يعني اوكي. ما يصحش الكلام ده. انت على فكره انت يعني انت كده بتسوق يعني مش بتحسن صوره ولا بتاع، بالعكس انت بتسوق. ما الناس كلها كانت موجوده هناك وشافت اللي حصل. يعني لا انت بتحاول طبعا هو تبرر تقول لي اخوان. الطبيعي ان انت تسمع وجهة النظر وتسمع لو انت النهارده بالظبط بتعمل عمل كده معين بالظبط كده تطوعا بالظبط كده. وفي اه هدف نبيل ان انت بتعمله من غير اجر وبتساهم، بالظبط كده فلازم بالظبط. تعرف فين وراجل المشكلة. محترم وراجل اعمال يا محترم طبعا، ووفر مكان ووفر منظمين ووفر امن ووفر كل ده، حاجه محترمه منه. بس هي كان المفروض تتنظم احسن من كده. طبعا. ما هم جم قبل كده كذا مره، وانت حضرت. انا عارف انك انت حضرت في يا 2018 و2012. ما جت قبل كده كذا مره الانسوليه، ما كانش فيه اي مشاكل. يا بس كان المكان بقى بياخدوا في دلتا اوتيل، بياخدوا موفنبيك، مش قادر تتكفل. كلم كذا حد. انا واحد من الناس مستعد اتكفل بكل مصاريف القنصليه. يجي تورونتو هاخد لهم قاعه في اي اوتيل، هاخد لهم اوض في اوتيل يقعدوا فيه، هوفر لهم شركه امن اللي هم عاوزينه. بس بدل ما يجوا في 6 ساعات يخلصوا ورق ناس 6 ساعات بس 3 موظفين، لا تعالوا اقعدوا 3 4 ايام. هم كانوا بيجوا ويك اند، خلصوا ناس بيجوا كتير. سبت وحد، جمعة سبت بالظبط. حد. تعالوا سبت حد، لا بلاش اقفلوا القنصليه في مونتريال 2 و3. انت فاهم؟ وقولوا للناس احنا رايحين تورونتو نخلص ورق الناس اللي في تورونتو، وتعالوا سبت وحد واثنين وثلاثه. ايه المشكله؟ واحد من المنظمين مش عاوز برضه اقول اسامي، كان كل اسبوع واسبوعين يكلمني على سبونسر، اعمل سبونسر لايفنت. طب ما كلمتنيش ليه مثلا اساعد معاك في موضوع القنصليه دي؟ كنت اساهم وناخد قاعه اكبر مثلا ويجي يقعدوا 3 4 ايام. برضه دي حاجه غريبه يعني. انت فاهم؟ انا مش فاهمها بصراحه. بس كل اسبوع بتكلمني على سبونسر في ايفنت معين. طب ما اقول لي القنصليه عاوزين نجيبهم، هناخد مكان فاضي. انا بقول لك انا متكفل، بس الناس يعني ما تتبهدلش البهدله دي.
وبتوع القنصليه اتبهدلوا، يعني هم بتوع موظفين القنصليه ليهم كل الاحترام طبعا، وبشكرهم على المجهود اللي عملوه، كانوا في منتهى الاحترام. بس هم اتبهدلوا لما تيجي سايق طول الليل وتقعد تشتغل 8 ساعات وتخلص وتسافر ترجع تاني مونتريال، ما حرام عليهم برضه يعني، ما حرام. انت فاهم؟ مش مدين متبهدلوا معانا، لا خد لهم اللي فندق، انا خد وصل لي لهم ان كان بيت عدد Airbnb. الطلب اللي كانت القنصليه طالبه من المنظمين انها متهيألي تعمل اجراءات لاكتر من ما تزيدش عن 150 ل 200 ايوه، واحد ما هم عشان 300. جايين 8 ساعات، ما هم جايين 8 8 ساعات ساعات بعدين وهم يعني فردين او ثلاثه، يعني ده العدد اللي يقدروا بالظبط، ما بالظبط يعملوه. كده. طيب انما لقوه 2000 واحد المشكله بقى، بره متهيألي. ما بالظبط يعني ليه بقى اقول لحضرتك لو 2001 بقى، ما هو ما حدش بقى بيجيب، يعني ما حدش بيتكلم في الموضوع ده خالص. اه اللينك بتاع الحجز اللي نزل بتاع القنصليه كان بيتوزع على الحبايب وعلى الاصحاب من شهر، امم يعني كان بيتوزع على الحبايب وعلى الاصحاب، وفي ناس كانت حاجزه من شهر، ناس كانت واقفه هناك وبتتكلم ناس بتقول لهم احنا حاجزين من شهر. هل حاجزين انت من شهر ازاي؟ متاكد من كان المعلومه اللينك دي نزل انا 9 عارف ان اغسطس. انت دايما دقيق جدا في كلامك، هل انت متاكد من المعلومه دي؟ انت بص، انا امم مليون في الميه، انا متاكد مليون في الميه، انا عارف انا بقول إيه. تمام. انا عارف انا بقول إيه كويس تمام. انا بقول لحضرتك ان الحبايب كانوا بيوزعوا اللينك على الحبايب والاصحاب من شهر، يعني في ناس كانت واقفه هناك وقالت لهم كده احنا حاجزين من شهر. طب ازاي اللينك نزل 9 اغسطس؟ ده خلاص 45 دقيقه ولا في يا نص ساعه. انا نفسي ازاي حاولت يعني احجز فيه 300 واحد؟ ما لقيتش يعني. بالظبط، اه 300 واحد خلصوا في نص ساعه ازاي يعني؟ ده في ناس ما سمعتش عن اللينك دوت، يعني في امم ناس ما سمعتش عن اللينك ده. المشكله بقى الاكبر اللي محدش يعرفها حضرتك، هو مين اللي عمل الويب سايت بتاعت اللينك دوت؟ امم يعني هو اللينك دوت مين اللي عمل الويب سايت ديت؟ دي مش الويب سايت، دي مش تبع القنصليه. ما كانتش تبع القنصليه. لا مش تبع القنصليه. طب امم البيانات دي كانت بتروح لمين؟ بيانات الناس دي كانت بتروح لمين؟ يعني انا لو سجلت بياناتي على اللينك دوت دي بتروح لمين؟ امم ما انا طب عاوز وهل اعرف برضه دي القنصليه بتروح على لمين؟ علم بهذا اللينك؟ يعني ما القنصليه انا واخده ما انا موافقه ما عليه؟ ما ولا أعرف. انا ما اعرفش اه تفاصيل صراحه، بس اللي انا متاكد منه ان الويب سايت واللينك دوت ده مش تبع القنصليه. لان ده القنصليه مش تبع عندها القنصليه ويب خالص. سايت برضه عشان ابقى معلومتي مظبوطه، عندها ويب سايت بس ده تبع وزاره الخارجيه، يعني لينك بالظبط كده، بيبقى بالظبط خاص لكل القنصليات، بيبقى فيه العنوان بتاع القنصليه ومكانها فين. لكن كان زمان بالظبط القنصليه كده. عندها ويب سايت خاص بيها غير اللي اللي سمعته انه اتعمل له هاك تقريبا اتعمل له هاك الويب سايت فاتقفل. بتاعتهم وما لهاش بعد كده. وبقوا بيستخدموا تقريبا ده اللي انا الفيسبوك، فهمته. يعني انت لو عايز تعرف بالظبط، اجراءاتك تعملها ايه، عايز تعمل توكيل معين، عايز تعمل تجديد باسبور، ايه الورق بالظبط، المطلوب، هي الفيسبوك بس بيستخدموا بالظبط الفيسبوك كده، فعلا يعني. فما هم ما بالظبط كده، عندهمش بالظبط كده. ويب سايت. كلامك كده انا بس بقول كلامك بشكل تاني، ما عندهمش ويب سايت لحجوزات او فدي كلها متهيألي لا لا واضح لا لا انها لا. انيشيتيف او محاوله ل... 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 لتوفير طلب القنصليه ان هي مش عايزه غير 150 واحد، فنعمل لكم ازاي 150 بالظبط كده. واحد دي؟ نعمل بقى ده اللي اه انا بخمنه لحد ما نسمع مشاركه من احد المنظمين او اي حد من المنظمين يتصل. فمتهيألي كده اتعمل بالظبط. ويب سايت كده عشان ياخدوا فيه ال 150 او ال 200 او ال 300 ال 150 ولا المطلوبين بالظبط اللي كده اهوت. مطلوبين. فالويب سايت ده بالظبط، هو ده اتعمل اللي حصل بالظبط. داخليا كده. داخليا، وكان بيتوزع على الحبايب والاصحاب قبل ما ينزل 9 اغسطس للناس. اوكي. هي دي بقى دي المشكله الاساسيه. بس ان احنا بقى نطلع النهارده ونقعد بقى نغلوش ونقول اخوان ومش اخوان قله منحرفه بتحاول اثاره البلبله والكلام العميق دوت، لا ده الناس مش عبيطه، الناس مش عبيطه، محدش عبيط ومحدش عارف. فما يا. تحاولش بقى ايه، يعني ما تحاولوش بقى تغطوا على اللي حصل وتحاولوا، مش هينفع، الناس مش هياكل معاها الكلام ده صدقني. وكمان انا متهيألي الاختلاف هو ان القنصليه هي فتحت الباب ده. ليه مثلا ايجي كان ما تروحش هي اللي تاخد المبادره؟ ليه سوشيال ووك ما تروحش هي اللي تاخد المبادره؟ ليه فلان هو اللي يروح ياخد المبادره؟ اقول لحضرتك ليه، او الفكره تحب اقول انه لو لحضرتك ليه القنصليه وانت جايه عارفني ان بنفسها. انا صريح صح؟ طبعا. تحب اقول لحضرتك ليه وانت عارفني، انت عارف احنا بنعرف بعض من زمان وعارف ان انا صريح والحمد لله انا يعني. هقول لك رايي بس اسمع رايك لان الاول. اتفضل. اتفضل اتفضل. انا رايي ان القنصليه هي يعني هي مش جهه صغيره في السن يعني عشان تعتمد على فرد ما من الجاليه او مجموعه ما من الجاليه. هي بتيجي بنفسها تعمل هي الدور بتاعها، وكل الافراد بتاعت الجاليه بتشارك مع بعض.
بإيد واحدة بص، تساعد. هي في مجموعه كده هي اللي مسيطره على القنصليه وعلى السفاره، ومعروفين بالاسم، وهم اللي بيبعتوا الاسامي كمان للقنصليه وللسفاره، مين اللي يحضر الايفنتات ومين اللي ما يحضرش، ومين اللي ينظم ومين اللي ما ينظمش. مش فاهم برضو ايه السبب. يعني دي حاجه مش كويسه اصلا. يعني ايه الميزه اللي انت هتحصل عليها او اللي انت هتاخدها لما تكون انت مسيطر قوي كده يعني؟ طب ما تشارك ناس معاك كتير، ما في جروبات تانية كتير، في رجال اعمال ممكن يساهموا، وانا ممكن عاوزني اجمع لك، قول لي عاوز اجمع لك كام وانا اجمعه لك في ساعه. مم. قول لي كده اي رقم عاوزني اجمعه لك للقنصليه وانا اجمعه لك في ساعه. قول لي عاوز اجمع 50,000 100,000 دولار وانا اجمعهم لك في ساعه. مم. انا مسؤول عن كلامي. اكلم مم. لك كل رجال الاعمال والريال استيت ايجنت اللي نعرفهم وحبايبنا اللي نعرفهم واصحاب البيزنس المصريين هيجمعوا الرقم. مم. لكن مم. لكن بصراحه حاجات مش مفهومه كتير، حاجات مش مفهومه كتير. مم. يعني انت تقييمك كان اكتر سلبيا للمحاولة اللي قام بيها بص، محاولة اخ. محترمة، محاولة اه. محترمة، ما اقدرش انكر مجهوده وكل الشكر والاحترام ليه طبعا. بس انا يعني كان المفروض تتعمل احسن من كده، خصوصا ان هي اول مرة بعد وقت طويل. خلي بالك، القنصلية ما انا جاتش مش تورنتو بقى لها بدافع فترة. عنهم، بس انا عايز اقول لك انه العدد اللي جه ما كانش طبيعي انه يستوعب في المكان ده. الحاجة التانية، طبيعة بالظبط كده، اليوم كان في مطر عالي قوي، وحصل قطع بالظبط. للكهرباء في اليوم ده، فأثر على التوقيت. بالظبط، انا بالظبط باخد كده، كل حاجة بالظبط، بإيجابياتها وسلبياتها، بس انا بقول ان ايجابيا بالظبط. احنا شاورنا على مشكلة أساسية، اه، انه احنا عندنا نيدز وعندنا احتياج كبير جدا. والاحتياج اساسا بقى وصل لمرحلة ان المصريين عايزين القنصلية تيجي تثبت هويتهم كمصريين. فده بس ده اللي انا مش احتياج قادر افهمه، لكل بالظبط ده بيت. اللي مش قادر افهمه. كل بيت في اه، اونتاريو بالظبط، عايز يعمل الورقة بالظبط، دي في القنصلية ويشيلها تحت المخدة بالظبط، في الدولاب لما بالظبط، يحتاجها. بالظبط. فبدل ما كانت النيد انه محتاجة ينزل. نسبة معينة اه، عايزة تعمل توكيل، نسبة معينة عايزة تجدد رقم قومي. ولو ان انا بسأل الناس بقول لهم انتوا ليه محتاجين تجددوا الرقم القومي؟ ما تنزل لما اه، تنزل مصر، ده الرقم القومي ده ورقة عشان تعمل بيها اجراء داخل الداخلية، وزارة الداخلية في مصر. ده اجراء، دي بالظبط. ورقة طالعة من اه، وزارة الداخلية اه، المصرية. محتاج اه. تجددها هنا ليه في السفارة؟ ما تجددها في مصر لما تعملها، وتعملها في المكنة في طب مول. هو ينفع تجدد الباسبور المصري من غير ما يكون معاك رقم قومي ساري ولا ما ينفعش؟ انت عشان قصدك ان هو بيجدد البطاقه عشان ما يجدد هو الرقم. بيجدد الباسبور المصري هنا عشان طب ما كده بيجدد تجدد الرقم القومي الباسبور بتاعه. بتاعك المصري وانت في مصر برضه، ما هو نفس الكلام. انت ما محتاج طب وفي تجدد ناس بقالها كتير باسبورك ما المصري نزلتش، ليه؟ في ناس بقالهم كتير ما نزلوش مصر. في ناس انزل. بقالهم فتره ما ما هي نزلوش مصر المشكله دلوقتي، وبينزلوا اي كان طوارئ. زمان بتنزل بالباسبور الكندي بسهوله، دلوقتي حتى الباسبور الكندي انت مش عارف تنزل بيه. فانت عندك حق طبعا، مش عارف، لازم تاخد فيزا. بالظبط، انت لان عاوز انت لا تاخد عارف فيزا عشان تنزل تنزل بالمصري ولا بالباسبور عارف الكندي، تنزل بالكندي ولا عارف تنزل بالكندي. ولا عارف بالظبط كده، تطلع هي دي بقى الرقم المشكله. القومي عشان تطلع الباسبور. فهي بقت حلقه بالظبط. مفرغه زي ما بيقولوا. ولا عارف تطلع الشهاده غير لما تسافر 6 ساعات وتروح تطلع الشهاده وتعمل يعني بقى ميعاد وتروح انت فاهم؟ صدقني انا شايف ان هي دي بقى المشكله المشكله. المشكله مش في الافراد المصريين اللي كل واحد فيهم بيحاول من ناحيته يعمل انيشيتيف. المشكله في صاحب القرار في الخارجيه المصريه، هو اللي كلكعنا كلنا في بعض دلوقتي، وخلى بالظبط كده، بالظبط كده. واحد مثلا من يعني ممكن يشوشر علينا ويقول لك ده مسيحي ومسلم، ويوقعنا في بعض لا لا لا، كاخوات. عمرنا ما سمعنا الكلام عمرنا ما ده. سمعنا انت الكلام ده، حياتك دلوقتي كويسه. بقينا لا لا لا، بنسمع عمرنا ما الكلام ده. سمعنا الكلام ده خالص. ما ده الله اللي انا ينور عليك. مستغرب له. انا يعني راجل بقالي 35 سنه هنا، عمري ما سمعت الكلام ده، عمري في حياتي ما ما انا عشان سمعت كده عايز الكلام اسمعه ده. منك. مسلم ومسيحي. لا، انا ما سمعتش الكلام ده، وانت عارف كويس كده جدا يا استاذ مجدي. بس احنا بقينا اليومين دول بقى بنسمعهم، دي حقيقه. يا دي حقيقه، بقينا يا نسمع مسلم ومسيحي والكلام العبيط دوت. فيعني انا ربنا شفت يرحمنا بصراحه. تعليقات من ناس يعني بيدعوا الاعلام وبيقولوا انهم اعلاميين، وعملوا مشاكل بالكلمه دي في بعض الجروبات. وده بقى انا خايف يبقى ده يعني
ترند كده بقى في المجتمع وبتاعنا، وده بص الناس ده زي شيء ما مش انا قلت سوي. لك، الناس مش م. هبله والناس عارفه يعني حتى عيب نقول عليهم اعلاميين اصلا. م. انت فاهم؟ فالناس ذكيه، الناس ذكيه والناس فاهمه كل حاجه وكله بيتكلم، وانت عارف ما فيش حاجه بتستخبى هنا والجاليه بتاعتنا جاليه محترمه وناس كلهم محترمين وناس ذكيه وناس فاهمه. ف... فده اللي بيطمن الواحد يعني. انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ خالد فليفل. بشكرك جدا على مداخلتك وعلى تعليقك على الثلاث محاور اللي احنا اتكلمنا فيهم النهارده. كل قرار الشكر ليك يا استاذ مجدي، الفيزا. حلقه جميله بصراحه وتوقيت جميل، وكل الشكر لحضرتك يا استاذ لا، مجدي. واحنا دايما عايزين يبقى عندنا شفافيه ووضوح، وبالعكس الوضوح والصراحه والمناقشه بتاعت الموضوع وطرحه بوضوح وبوجهه بالظبط. النظر كامله. ده اول بالظبط. خط في التعامل السوي والمحترم ما بين دي كل حقيقة، افراد لكن ما الجاليه. تبعتش بقى الناس على الجروبات تقعد تقول لا وما كانش فيه مشاكل والدنيا زي الفل وكله حلو، ولما الواحد يخش يكتب كومنت او يعلق يعملوا له بلوك وحركات ديت يعني. احنا لا مش طبعا. صغيرين على الحركات دي. لا، احنا بنشكر انت فاهم؟ المجهود اللي واجه اتعمل، المشكلة عشان نعرف ولكن نساعد. في مجهود حلو اتعمل وفي مبادره كويسه، اه طبعا، اه طبعا، اه ولكن طبعا. احنا عايزين نعرف ازاي تبقى احسن الفتره اللي جايه، و... دي حقيقة. وازاي احنا ما نحتاجهاش اساسا لو عندنا قنصليه فعلا في تورونتو، قنصلية في وما تورونتو. عندناش بالظبط. ورقه بيحتاجها دلوقتي كل بيت في كندا مصري عشان يعملها، وهي عشان ملهاش اي يسافر لازمه مصر، يعني عشان يسافر بلده. عشان يسافر بالظبط كده، بلده. بالظبط. يعني استاذ بالظبط. خالد فليفل، انا بشكرك على المداخله دي وبالتوفيق ليك شكرا، والف شكرا شكر. لحضرتك، شكرا يا استاذ شكرا مجدي، ليك. الف شكر لحضرتك. مع السلامة. مع السلامه. زي ما شفتوا واضح انه نحاول ناخد اتصال باحد المنظمين، نحاول نتكلم معاهم، نفتح للمخرج يوصلنا باي حد من المنظمين، دكتور مجدي نشأت، او نوصل للاستاذ ماجد ظريف، اي حد يشارك معانا، استاذ وسيم بطرس. يا ريت نحاول نتواصل مع اي حد من المنظمين، لكن قبل ما نوصل ليهم واضح انه المشكله كبيره، انه الجاليه المصريه بعد ما كانت. الو. الو. ايوه. اهلا وسهلا، مين معايا استاذ؟ حضرتك طالبني؟ اهلا اهلا استاذ مجدي نشأت. ايوه. انا مجدي يوسف معاك على الهوا في اليوم السادس، وحضرتك احنا سامعينك. اهلا يا مجدي. اهلا بيك يا دكتور. احنا اول حاجه حابين نشكرك جدا على المجهود اللي انت قمت بيه في محاوله لحل مشاكل ناس كتيره قوي ما تقدرش تسافر لمونتريال. كان قبليك دخل مداخله الاستاذ محمد حسني، اتكلم عن ايجابيات المبادره، وبرضه اتكلم عن بعض السلبيات ان جنرال. واتكلم قبليك برضه الاستاذ خالد فليفل وقال المجهود جميل، ولكن كان في بعض النقط اللي محتاجه تتوضب بعد كده في التنظيم. ايه رأي حضرتك في الفكره، وجات الفكره ازاي؟ الاول احكي لنا ازاي جت الفكره ان انت تستوعب الاحتياج بتاع المصريين في اونتاريو والاجراءات بتاعتهم. ابدا، الفكره مش فكرتي طبعا، الفكره فكره السفير استاذ محمد فخري سفير مصر في مونتريال، بنوجه له كل التحيه. في القنصليه المصريه في مونتريال. الراجل اتصل بيا وقال ان عايزين نبعت بعثه من القنصليه لميسيساجا. يعني سعاده القنصل العام المصري الاستاذ محمد فخري سفير قنصل مصر في مونتريال، هو ده اللي قام بالمبادره مع حضرتك. يس. فقال لي عايزين مكان يعني يبقى يعني مش بابليك بليس، يعني مكان يبقى برايفت، يعني مش يعني ما يبقاش في مكان محدد لحد، يعني يبقى مكان برايفت يعني. فقلت له المكتب عندي او الاستوديو موجود، اهلا وسهلا لو تحبوا يعني. فقال لي طب يعني دي صور لي المكان اشوفه مناسب ولا لا، وبعته لي
فصورت المكان، قال يعني اتس اوكي. ابتدى يحصل ان يعني طبعا القنصليه عندها اتصال بكل الجاليه، فابتدى نحدد مين المتطوعين اللي هم يقدروا يعني كل واحد في تخصصه. يعني انا راجل ما بفهمش مثلا في الكمبيوتر، ما بفهمش في التكنولوجيا، بس في ناس بتفهم، فكونت مجموعه متطوعين. وتم التنسيق بينهم وبين بعض، واتعمل واتساب جروب على اساس ان هم يوضبوا في للايفنت. يعني كان في مجموعة عمل بتتحرك مع بعض عشان تنظم للايفنت. مجموعة متطوعين، ومعاهم المستشار مصطفى بيه من القنصلية. من القنصلية اللي هو، والتيم اللي هو جاي، التيم جاي يعني برياسته يعني. تمام. ف طبعا دي فكرة وليدة، يعني it's learning process. طبعا ناس بتعمل حاجة لأول مرة، ف لازم هيبقى فيها سلبيات ولازم هيبقى فيها ايجابيات. يعني الايجابيات ان القنصليه حست وريلايزد ان there is a need للسيرفيس في منطقه الجي تي اي. المسج وصلت للخارجيه جامده ان في احتياج لقنصليه عندنا في منطقه الجي تي اي، او مكتب او رعايه اكثر، او يعني في ديماند، في احتياج كبير. دي الايجابيات. والايجابيات كمان ان في كانوا بيقولوا ان هم يعني هيعملوا 100 حاله او 150 حاله. انا ما اعرفش الرقم طبعا، ده برايفت انفورميشن، انا ما اعرفش الرقم اللي وصلوا كام، بس هم كانوا مقدرين ان هم يقعدوا من الساعه 10 للساعه 6، قعدوا من 10 لحد 10 بالليل. الناس بتوع القنصليه دول قاموا من مونتريال الساعه 5 الصبحيه مثلا عشان يوصلوا هنا الساعه 10، وبعدين قاموا من هنا الساعة 10 بالليل، وصلوا بيتهم الساعة 3 4 الصبحية، يعني 24 ساعة عمل في يوم أجازتهم. جهد مشكور طبعا. يوم سبت أجازة ليهم. الناس المتطوعين كل واحد برضه عمل المجهود اللي يقدر يعمله عليه. لو حصل فيه تجاوزات من حد، ممكن تكون نتيجة شدة الأعصاب، ممكن تكون الحرص الزائد على توفير الخدمة، الحرص الزائد على النظام. في يعني أسباب كتيرة أندر البريشر بتبقى أنت ممكن تتصرف بطريقة مش صح. لكن المجمل إيجابي. وإن كان في حد زعل حقهم كلهم عليا. لا طبعا، مستعد اروح واعتذر لكل واحد حصل معاه اي موقف يعني مش ظريف، وابوس راسه كمان. مش معنى ان احنا حد زعل ان احنا الفكره كانتش حلوه، الفكره ايجابيه ومثمره، ونرجو من القنصليه انها تكررها وتكررها مع ناس تانية، جروب تاني، مجموعه متطوعين تانيين، ويعملوا احسن، ادائهم يبقى احسن من الاداء بتاعنا. يتعلموا من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها ويتجنبوها المره الجايه. في الاخر كل هدفه خدمه المواطن المصري وخدمه الجاليه، وما فيش حد فينا، يعني انا شخصيا ما كنتش موجود هناك يعني، وناس قليله قوي تعرف ان انا ليا دخل في الموضوع ده. الموضوع يعني الموضوع موضوع خدمه، الموضوع موضوع ان احنا بنحب بلدنا وعايزين نخدم الناس وعايزين نخدم البلد، وان كان في حد زعل حقكم عليا كلكم. لا يا دكتور مجدي، ده احنا دايما بنقول الدكتور مجدي نشأت يعني رمز جميل في الجالية المصرية، للراجل
المتطوع اللي بيساهم بقلبه وبفكره. يعني المجهود اللي انتوا عملتوه مجهود كبير، يعني كون ان انتوا توفروا خدمة زي كده في مكان بتاعكم ده شيء مشكورين يعني. خصوصا ان كمان الجو مطره كان رهيبة قوي، وانتوا خرجتوا حتى عن الموروثات المعروفة. يعني لو في سيرفيس اونتاريو الدنيا بتمطر بره، والمكان بتاع سيرفيس اونتاريو بيشيل 7 8 10 جوه، مش هيدخلوا غير ال7 8 10، والناس يا تروح يا تقعد في عربياتها. انتوا دخلتوا كل الناس، ودي بشهادة الناس كلها ان انتوا ساعدتوا كل الناس. الكهرباء قطعت نتيجة المطرة، وانتوا حاولتوا على قد ما تقدروا تستوعبوا ده بتوفير الكمبيوترات ووجود حلول. انا برجع اقول تاني، لو النهارده واحد وقف ساعتين 3 عشان يخلص ورقه، طب ما هو كان هيسوق 6 ساعات ولا 7 ساعات لحد مونتريال، ويقف هناك برضو الساعتين 3 ويرجع. فانتوا وفرتوا عليه 12 ساعة. لكن لو قعد ساعتين عشان يخلص إجراء، المشكلة مش فيكم ولا في القنصلية ولا في السفارة. يعني سعادة السفير حافظ بيه على راسنا من فوق، سفير مصر في أوتوا. إنما المشكلة في صاحب القرار. يعني احنا دلوقتي كل واحد فينا بيساهم بحاجة. احنا دلوقتي بنسن سكاكين على الناس اللي بتساهم وبتحاول تعمل مبادرة، وسايبين ما هو صاحب القرار هو يحطنا في اللي احنا فيه ده. صاحب صاحب القرار هو الخارجيه المصريه، صح؟ بالظبط كده. صاحب القرار هي الخارجيه المصريه. احنا ما نعرفش الخارجيه المصريه خدت القرار ده بناء عن ايه. لكن انا ما بتعاملش هنا مع الخارجيه المصريه، انا بتعامل هنا مع السفير والقنصل، صح؟ مظبوط. السفير والقنصل بياخدوا اوامرهم من الخارجيه المصريه. ما ينفعش زي ما انت بتقول اتخانق مع السفير والقنصل بالظبط. يعني واخد بالي ازاي؟ دونت شوت يور ماسنجرز زي ما وعايز بيقولوا اقول يعني. لك حاجه، عايز اقول لك حاجه يا مجدي. اتفضل يا دكتور. ما ينفعش كمان اتخانق مع الخارجيه المصريه، لان الخارجيه المصريه دي بلدي، دي بتمثل بلدي. يعني ممكن ابعت اقتراحاتي، مظبوط. ابعت شكوى، ابعت بيتيشن، لكن ما ينفعش اتخانق مع بلدي. انا مش عارف الظروف في البلد شكلها ايه، مش عارف القرار ده اتاخد ليه. يعني هو قرار غلط 100%، انا متفق معاك، قرار خاطئ 100%. اللي عمله غلطان، لكن فوق راسي من فوق دي سياسه بلدي. انا كمواطن مصري في الخارج بحترم قرار بلدي. انترنال بقى انا بعترض، بعمل حاجه زي اللي عملتها دي، بوصل مسج للبلد لصاحب القرار اللي هيعمله. دي حاجه، ده الجهد الايجابي يعني. لكن ان انا اطلع اشن هجوم على ده وعلى ده وعلى ده، دي حاجه مش هتوصل حد لحاجه. التملي في فرق بين المطالبه والخناق. طبعا الخناق ما بيوصلش حد لاي حلول، لكن المطالبه، توضيح الامور، المجهود هو اللي بيوصل الناس لحلول ايجابيه. يعني انا فاكر مره كانت ايام ازمه الصيادله مع الحكومه، واحنا طلعنا وصوتنا عالي ومش عارف، فواحد يعني كندي من يعني من الناس اللي موجودين من زمان في كندا هنا، او قال لنا انتوا عايزين تتخانقوا ولا عايزين تتفاوضوا؟ بالظبط كده. يعني واخد بالك النقطة يعني هي التفاوض، مش نقطة والمبادرة والمبادرة اللي انت عملتها حضرتك بتاعة السبت اللي فات كانت نوع من تسليط الضوء بطريقة إيجابية على المشكلة. يعني بالظبط. بالطريقة إيجابية إن إحنا بنحاول نوريكم الاحتياج كبير جدا، والناس عايزة تاخد سيرفيس كويسة وتقدم قصادها مردود مالي كويس لو انتوا وفرتوا لنا الحاجات دي. وده كانت من ضمن الاقتراحات اللي أحد الزملاء اتكلم عنها، وتوفير الخدمة دي أونلاين أو كده.
كان في برضو توضيح كنا بنحاول نعرفه من حضرتك على موضوع الويب سايت بتاع الحجز، لأنه في بعض الإشاعات نزلت على السوشيال ميديا وأنا مش موافق عليها، وحاولت أقنع الناس إن ده مش حقيقي ومش ممكن يكون حصل، ولكن مشاع بقى في الناس إنه الويب سايت ده كان موجود قبل كده قبل ميعاد نزوله، وفي بعض الأشخاص عن طريق العلاقات حجزوا من قبل ما يتعمل له لونش، او قبل ما يتشال او يتحط على السوشيال ميديا عشان الناس تعرف اللينك عشان تحجز. تعليقك ايه وردك على الكلام ده؟ انت يا مجدي تتوقع ان اخلاقنا هتبقى بالمستوى ده؟ انا بقول لا هل يمكن انت يا يحصل ده. مجدي هل انا انت عشان يا كده بقول لك مجدي انا عايز اسمع تتوقع ردك، لانه انا حاولت لا طبعا اوضح كلام لهم ده مش حقيقي، بس في زي ما تقول الكلام كده انطباع عند الناس وده مش حقيقي، فاحنا عايزين ان حضرتك توضحه لنا اكتر. اتفضل. الكلام ده مش صح خالص مظبوط، خالص. انا معاك فيه. لا اساس له من الصحه. احنا بابليكلي مش هنعمل خطا، ده خطا ما يقعش فيه يعني لا مؤاخذه واحد عيل صغير، يعني بابليكلي ما نحطش نفسنا في سيتويشن زي دي ابدا ابدا، استحاله. فور وات؟ يعني انا ابهدل نفسي وابهدل التيم وابهدل العنصريه وابهدل العنصر والناس اللي جايين عشان طب يعني احنا المنظمين عملنا الحركه دي، طب الناس اللي في مونتريال دي ناس يعني هتبهدل نفسيها وتضيع سمعه بلد عشان 100 واحد ولا 150 واحد يخشوا يعملوا ورقهم. لا مؤاخذه يعني ده كلام كلام ملوش معنى خالص يعني. يعني عيب حتى يتقال يعني وايه البنفيت يعني اللي هيخلي الناس مسؤوله وناس لها مكانها في المجتمع تبهدل نفسيها عشان 100 واحد ولا 200 واحد ولا يخشوا يحجزوا ويرتاحوا من المشوار؟ يعني كمان يعني ما وصلناش للمرحله دي في التفكير، يعني عيب يعني. هو رد الفعل ده كان يمكن نتيجة انه لما الاعلان نزل ما حدش شافه والوقت راح في 40 دقيقة ولا 45 دقيقة، وده طبيعي لانه واضح ان الضغط شديد على في ناس قاعده مستني ناس قاعدة لانها عندها احتياج شديد وماشيه الموضوع وعندها احتياج، وفي ناس بتفتح الواتساب ولا السوشيال ميديا وقتها بيسمح لها بعد ما تخلص شغلها، بعد ما بتقعد تتسلى. ده مش ذنب حد ده يعني. يا دكتور مجدي، ده انت عندك بتخش تحجز هنا في كندا حفلة، مناسبة، معسكر شبابي او معسكر صيفي للطلبة في مكان معين للأولاد، بتخش يقول لك هنفتح الساعة 7 ودقيقتين تلاقي الويب سايت كراش وما لحقتش تاخد يعني الحجز بتاعك لبنتك او لابنك او لحفيدتك، ما بتلحقش. فده طبيعي لما يكون الضغط 20,000 و 30,000 على مكان فيه 500 لازم يحصل ده، فما بالك انت عايز تحجز 150 واحد وواضح ان النيد كانت 2000 و3000 و4000، فطبعا ده خلص بسرعه رهيبه. يعني دي مش مسؤوليه حد خالص، دي مسؤوليه احتياج. ما فيش حد هيورط نفسه في كلام فارغ زي ده، انا بعتبره كلام فارغ. مين اللي يعني دي حاجه بابليك تملي. احنا مش صغيرين، احنا بقالنا في كندا هنا فوق 30 سنه عارفين البابليك انفورميشن والحاجه. ما فيش هنا في حاجه في البلد دي بتستخبى، واخد بالك ازاي؟ فمين اللي هيعمل حاجه زي كده؟ عيب حتى التفكير ده، يعني التفكير بصراحه يعني مش سليم خالص. دكتور مجدي نشأت، يعني عمدة المصريين، دايما انا بقول على حضرتك اللفظ ده. انا ولا عمده لا ولا حاجه، ودايما يعني اقل واحد في البلد وخدام الكل، وكل الناس يعني حققوا فوق دماغي من فوق. لا يا فندم، مجهودك يشكر، ومحاولتك ومبادرتك باستيعاب
طلبات المصريين اللي موجودين في ميسيساجا وفي أونتاريو عشان يغطوا صح. السفر الرهيب اللي كان ممكن يسافروه عشان يعملوا إجراءاتهم. مشكورا محاولة، وزي ما حضرتك قلت اتس ليرنينج كيرف، وبداية وتشكر عليها، والسادة المنظمين يشكروا عليها. ودايما احنا كلنا كجالية مصرية في أونتاريو يهمنا نوصل للأحلى والأفضل واللي يناسب كل أطياف الجالية بكل طوائفها وكل أفكارها وكل اتجاهاتها. ميرسي خالص يا مجدي، ثانك يو سو ماتش ان اديتنا الفرصه ان احنا نوضح الامور للناس. شكرا ليك وأهلا بيك اليوم السادس بيتك، أهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا وسهلا. شكرا. باي باي. مع السلامة. كان معانا الدكتور مجدي نشأت، رجل الأعمال اللي كان بينظم الإيفنت يوم السبت اللي فات، ووضح لنا نقطة مهمة جدا كانت في لبس عند ناس كتيرة قوي على موضوع الويب سايت، ووضح لنا الفكرة جت منين والتنظيم جه ازاي. له إيجابياته، وأنا بتفق معاه في حاجات، وفعلا بستوعب وبقدر رد فعل الناس اللي كانت عندها نوع من الضيق والغضب انهم ما لحقوش يخلصوا اجراءاتهم. ولكن المشكله زي ما بقول هي مشكله مع صانع القرار. don't shoot your messengers. سعاده السفير، سعاده القنصل، وفريق العمل اللي معاه بيحاولوا على قد ما يقدروا يوصلوا لكل الناس. ولكن زي ما قال الدكتور مجدي، وزاره الخارجيه هي بلدنا، واحنا من غيرتنا على بلدنا ومن حرصنا على ان احنا شايفين استثمارات بتروح من ايدين بلدنا، مش بس في مجال السياحة والاقتصاد، لا ده كمان المصريين بالخارج دول قوة ناعمة، ثروة كبيرة، ممكن يعملوا استثمارات كبيرة قوي في بلادهم. ولكن دلوقتي مش عارفين يتحركوا بسهولة وبيحسبوها، لأن دلوقتي المشكلة بقت اقتصاديا عامة. يعني كان زمان بيحسبوها ويقول لك أنا لو طلعت على المكسيك أنا وعيلتي هيبقى أرخص لي بدل ما أنزل مصر، لكن أنا هنزل مصر عشان دي مصر، دي بلدي، والحياة فيها ليها طعم. مهما كان أدفع أكتر لأهل بلدي والبلدي. لكن دلوقتي لا قادر يدفع أكتر ولا عارف يسافر عشان إجراءات الورق مصعبة عليه، والأجازات بتبقى قد كده، والوقت الإعداد ليها قد كده، وانتوا عارفين الحياة في كندا سريعة إزاي. فنرجو من صانع القرار في الخارجية المصرية ينظر لنا بعين الرحمة تاني عشان نحل وتبقى الخارجية سبب فرحة وجعل الجالية المصرية زي ما كانت وهتفضل إن شاء الله إيد واحدة. لكن زي ما انتم شايفين خلافات بتحصل ما بين الناس وبعضها، ومحدش ليه ذنب فيهم، لا فلان ولا علان ليه ذنب. كل واحد بيحاول وكل واحد بيساهم وكل واحد قلبه على بلده وقلبه على الإجراء إنه يتعمل في أحسن صورة وفي أحسن حالة. لكن العين اللي بتبص بتقدير واحترام لكل الأفكار وكل الآراء، والعين اللي بتقدر تستوعب المشاكل دي وتتغلب عليها، هي دي اللي المفروض تبقى هي دي الفترة دي. العين الحكيمة هي اللي تقدر تقود الجالية دي نحو مستقبل أفضل ليها. وزي ما بيقولوا يا رب نرجع تاني إيد واحدة كلنا، ونقلل الانقسامات اللي بتحصل داخل الجالية المصرية، لأنه مش دي كانت الفكر اللي كانت الجالية المصرية بتعيش بيه طول عمرها. بتوقف وقفة رجل واحد مع كل أزمات بتمر بيها أي حد هنا مصري أو حتى عربي بيجي يلجأ للجالية المصرية في كندا. أعزائي المشاهدين، اليوم السادس وحكيت لكم الحكاية قبل النوم اللي بقى لها 70 سنة عن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا اللي بتمر دلوقتي بعنق في عنق الزجاجة، وحالة المعاملة بالمثل اللي مش عارفين إمتى تتحل. أعزائي مشاهدي اليوم السادس، تصبحوا على خير.